لو معاك موبايل من شركة شاومي سواء ريدمي او مي او اي نوع موبايل من شركة شاومي، يبقى معاك جهازين في جهازك. تعال ما نشوف مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين انا رسمت حرف الام او النقش بتاع الباسورد، فتح الواجهة اللي قدام حضراتكم، وهنقفل تاني وهنرسم نقش تاني هيفتح واجهة تانية منفصلة تماما. يبقى كده معاك جهازين في جهاز واحد، وسوفت وير شاومي نفسه هو اللي بيقول لك واجهتين في جهاز واحد. وزي ما حضراتكم شايفين، لو انت عندك تطبيقات وحاجات بتحب او خايف عليها او بتحب تحافظ عليها، ممكن تخليها في واجهة بباسورد منفصل. تعال ما نفعلها مع بعض. نضغط على الاعدادات، ومن الاعدادات هنسكرول لتحت لحد ما نلاقي حاجة اسمها الاعدادات الاضافية، هنضغط عليها. وبعد ما نضغط على الاعدادات الاضافية بالشكل اللي قدامك ده كده، هنسكرول برضو لتحت، هنلاقي حاجة اسمها الواجهة التانية، هنضغط عليها بالشكل اللي قدامك ده كده. وبعد ما نضغط على الواجهة التانية، طبعا انا هيظهر لي الباسورد اوتوماتيك لان انا مفعلها. لكن حضرتك لو لسه مش مفعلها، هيقول لك تفعيل الواجهة التانية وانشاء باسورد للواجهة التانية. والواجهة التانية دي ليها ميزات كتير جدا، يعني بمعنى ان الجهاز بيشتغل جهازين في نفس الوقت. ولو انت احترت ومعرفتش نفسك على انهي واجهة، في علامة عندك بتكون فوق بالشكل اللي قدامك ده كده، بتكون فوق جنب إشارة الشبكة زي ما أنا موضحها لحضرتك كده. دي معناها إن أنت على الواجهة التانية. لو أنت على الواجهة الأولى، العلامة دي ما بتكونش موجودة تماما. والواجهة التانية دي ليها ميزات كتير. لو أنت بتخاف على تطبيقات، لو عندك إيميل، عندك تطبيقين واتساب وبتخاف وحد بيمسك موبايلك أو الأولاد بيمسكوا موبايلك وبتخاف على حاجتك، ممكن تخلي الواجهة التانية دي تحافظ على التطبيقات أو أكتر تطبيقات أنت بتخاف عليها. وطبعا مش هقول لكم ايه الاستخدام التاني بتاع الواجهة التانية، اكيد طبعا عارفين ايه الاستخدام بتاع الواجهة التانية. ولو عجبك الفيديو، في نهاية الفيديو ما تنسناش من اللايك والمتابعة. ولو عندك